السلام عليكم. كل اللي أقدر أقوله لك قبل ما تشوف الفيديو ده، إن الفيديو ده حرفيًا بمقام كورس. الحمد لله البلاي list دي اللي أنا باعمل عليها الفيديو ده، هتلاقيها في البلاي list الخاصة بالسيولة. الحمد لله كل حلقة فيها بمقام كورس، بس للناس اللي تفهم، مش للناس المبتدئة، ماشي؟ فعايزين نبدأ شوية كده نتكلم عن السيولة، ونبدأ نتوقع أو بلاش نتوقع، يعني خلّينا نشوف إيه اللي حصل في آخر يوم على الدهب باستخدام السيولة. أنا هنا في الشرط مش راسم، وده تحليلي على فكرة، حتى أنا مش راسم أي ولا أي حاجة، ولا change of character ولا inducement ولا أي حاجة خالص، ماشي؟ فعايزك تركّز معايا كويس جدًا عشان تعرف، بجد والله، تعرف تتكلم مع الشرط. أنا هاخلّيك بإذن الله تتكلم مع الشرط واحدة، واحدة، ماشي؟ طيب. لو فتحنا الربع ساعة هتلاقي إن إحنا أصلًا في منطقة السهم مش عايز يتحرك، هو بس اللي عمله لي ده حتى من أول هنا يعني، ماشي. هو أصلًا السعر اللي عمله لي طلع سحب لي منطقة كده وبعد كده رَدّة بسيطة. هنبدأ بقى نحلل مع بعضينا واحدة، واحدة، وهتبقى حلقة جميلة، ماشي. عايزك بقى تركّز في كل كلمة هاقولها، وهتخرج من الحلقة دي هتدعي لي. طيب، لو فتحنا كده الدهب على فريم ال4 ساعات، هتلاقي إن السعر قريب جدًا من القمة التاريخية، دي القمة التاريخية بتاعة الدهب. ماشي، هتلاقي إن السعر أصلًا قريب منها جدًا. ودايمًا، دايمًا إحنا متعودين من السعر أول لمّا السعر يبدأ يطلع عشان يعمل له قمة تاريخية، أو هو أصلًا أول ما يبدأ يقرّب من قمة تاريخية بيطلع جري على طول، ما بيردش، يعني ده order block كويس. المنطقة دي ساحبة سيولة القمة دي، يعني القمة دي ساحبة سيولة القمة دي، فبالتالي ده order block محترم. فلمّا تلاقي السعر واقف عنده، هو كويس، ولكن برضه إيه، ما حدش بيبيع من قمة تاريخية، مهما بِعنا في المناطق دي وخدنا ستوبات حلوة. فبالتالي بيقول لك مجنون اللي يبيع من قمة تاريخية. فالسعر بقى له أسبوعين واقف في الحركة دي، ماشي، ولكن عمل حاجة في آخر اليوم عايزك تركّز فيها عشان فعلًا، فعلًا إن شاء الله تفهم يعني إيه سيولة في آخر يوم ده. عايزين بقى نفتح ربع ساعة عشان ال4 ساعات هو أصلًا مش باين لك حاجة، عايزين نفتح إيه، الربع ساعة، ونقطع مثلًا الشرط واحدة، واحدة مع بعضينا من هنا كده مثلًا، من هنا، ونبدأ نتكلم بقى واحدة، واحدة، ماشي؟ طيب. سيبك من كل ده، كل ده كان تجميع. أنا شايف إن كل المتداولين اللي كانوا بيتداولوا في الفترة دي بيلعبوا بصراحة. ليه بيلعبوا؟ لإن السوق أنت مش فاهم له اتجاه، هل هو عايز يطلع يعمل قمة تاريخية جديدة، والّا هو عايز يكمّل هبوط، والّا هو عايز أصلًا يعمل إيه؟ ما بتبقاش فاهم حاجة. المهم ركّز معايا في آخر حركة هنا، هي دي اللي فيها شغل كتير جدًا، جدًا. السعر جه كان في خبر في الوقت ده. السعر راح السعر بدأ ينزل عَرَضي، عَرَضي، عَرَضي زي ما أنت شايف، وكان سايب كمية سيولة رهيبة، كل دي سيولة، فكان السعر قريب إن هو يبدأ يعمل له قمة تاريخية، شايف كل دي سيولة، ماشي، وبعد كده السعر راح جه من هنا، وركّز بقى في الحتّة دي، السعر راح جه من هنا وراح طالع صعود عنيف، طالع بحوالي ممكن نقول 300، 400 بِب. وخلاص كل الناس بتقول إن خلاص الدهب هيجري عشان يعمل قمة تاريخية، وأنا أصلًا عندي سيولة في المنطقة دي، فخلاص المفروض إن خلاص بقى تعالَ هنا كده، المفروض إن السعر من طلوعه هنا كده خلاص نبدأ بقى نشتري مع مثلًا البريكر ده أو 50% من الfair value gap أو الorder block ده. ولكن الدهب لمّا بيطلع يعمل قمة تاريخية جديدة بيحاول على قد ما يقدر ما ياخدش حد، وكان في أمثلة كتير جدًا ورا اتكلمنا عليها في الحلقات اللي فاتت. ولكن الدهب عمل حركة غريبة شوية، أو هي متوقعة. أنا فعلًا خدت صفقة من المنطقة دي، إن السعر فعلًا طلع، 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 وبقى الناس اللي بتجري ورا الFOMO اللي دخل اشترى من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، وبعد كده السعر راح نازل بشمعتين يخوّفوا الكل، ماشي، وأنا فعلًا متأكد إن هو الشمعتين دول يا جماعة أي واحد داخل اتضرب له ستوبات، أي واحد داخل حتى معلّق صفقته على الorder block اللي معلّق صفقته من هنا اتضرب لهم ستوبات. وقد كان زي ما أنت شايف الهبوط العنيف نزل خد لك القاع اللي هو عمله، وبعد كده راح جاري بتاع حوالي 500 بِب، مثلًا من 3000 من هنا كده 700 بِب، أنت متخيل 700 بِب في 4، 5 شهور، تمام؟ طيب، الطلوع ده خلاص طلوع قمة تاريخية جديدة، القمة التاريخية الجديدة بتاعتي هنا كده، لإن ده نهاية الorder block، فأنا دي عندي القمة التاريخية. لأ، إيه ده، إيه ده؟ معلش ركّز شوية، فين القمة التاريخية بتاعتنا؟ تصدقوا صح؟ القمة التاريخية هنا أهي، لسه بعيدة شوية. المهم إن خلاص الطلوع ده طلوع قمة تاريخية جديدة، الطلوع العنيف ده طلوع قمة تاريخية جديدة.
وبعد كده السعر عمل لك هنا حركة أنا مش قادر أفهمها لحد دلوقتي، إن السعر يهبط الهبوط العنيف ده كله في نفس الحركة، وأنا أصلًا ما كانش عندي أخبار، اعرف إن السعر فيه حاجة غلط، وابدأ بقى أقف هنا أتكلم مع الشرطة أو أتكلم مع الدهب واحدة واحدة. إزاي دهب تنزل تخُض السيولة دي وتطلع الصعود العنيف اللي دايمًا بتطلعه لمّا بتعمل قمة تاريخية عشان ما تدخّلش حتى ما فيش أي تصحيح، وبناءً عليها هتلاقي الهبوط العنيف ده، في حاجة غلط، وكمان هو ما خدش يعني هو حتى ما فيش هنا منطقة ترُد السعر، هو يعني خد المناطق دي ما فيش هنا ورا بقى هو كده كل دي الorder block يعني هو ما سحبش السيولة قوية وبدأ ينزل، حتى ما سحبش الorder block تعرفوا لو كان سحب مثلًا القمة التاريخية ونزل أقول لك ماشي، ساعتها السعر طالع ينضّف وبعد كده هينزل، لإن إحنا أصلًا بنتكلم في الأسابيع اللي فاتت إن السعر غريب أو الدهب غريب، أنا عندي كمية سيولة على ال4 ساعات رهيبة، كل دي السيولة الدهب طالع وما خدليش ولا واحدة فيهم، فاهمين الفكرة؟ طيب، فبناءً عليها أصلًا نفّضنا للسيولة دي أو بدأنا نتكلم إن هي بعدت خلاص، خلّينا نمشي مع آخر حركة، والله السعر لو بدأ يغيّر لي الاتجاه هنبدأ نبيع وإحنا متطمنين. طيب، دلوقتي السعر وهو نازل وركّز بقى من هنا، من هنا كل حرف هاقوله والله بمقام قوس. السعر لمّا بدأ ينزل الهبوط العنيف ده حتى في شباب معايا في الcourse باعت في المنطقة دي كده بيقولوا لي: "أتارجت منين؟ يا coach أتارجت منين؟" باقول له: "ده أنت اللي coach أنت إزاي تبيع البيع ده وفعلًا السعر يمشي معاك؟" لإن أنا فعلًا مش عارف يتارجت إيه، يعني هو حتى السعر عايز ينزل والّا هو عايز يطلع يعمل قمة تاريخية والّا مش فاهمين ماشي؟ طيب بناءً عليها وقفنا تداول شوية على الدهب وبدأنا نشوف حركة الدهب وقد كان. ماشي، بدأنا نفهم حركة الدهب شوية من شوية التذبذب ده، تيجي تقول لي: "يا عم يعني ده حركة عرضية." بدأت تفهم شوية بدأت تفهم حركة السعر، أقول لك آه، هافهّمك دلوقتي. افتح لي كده الجلسات وابدأ معايا اليوم من بدايته، خلّينا عشان ما نتزاولش، خلّينا نجيب اليوم الأخير بس ونقول بسم الله. اليوم الأخير ماشي، ماشي، عشان هاقطع هنا الشرط. هنا كانت بداية اليوم، لو تلاحظ معايا هتلاقي إن آسيا يعني خلّينا برضه نقفل كده، كانت هنا افتتاح آسيا عشان ما نتزاولش. فتحت هنا، فالسعر دلوقتي وهو نازل ساب لي سيولة وعندي هنا imbalance السعر ما خفّفوش، نُقف هنا الimbalance ده سيولة داخلية ماشي، بما إن السعر ما خفّفوش وسايب لي السيولة يبقى خلاص حتمًا ولا بُد لازم يزور المنطقة دي، طب هل هيزور المنطقة دي ويكمّل صعود ويجيب قمة تاريخية والّا هو هيطلع يخفّف المنطقة دي وينزل؟ ده اللي هنعرفه دلوقتي وده اللي أنا هاخلّيك تقوله دلوقتي ماشي، طيب بناءً على لمّا السعر بدأ ينزل، فتحت إيه، آسيا، بدأنا نقول إحنا دايمًا يعني بنتكلّم مع الشباب في الكورس خاصةً بالسيولة، إن إحنا لازم نتابع مع كل حركة، آسيا لازم تتارجت لي القاع ده، عشان يسحب القاع ده وبعد كده آسيا خلاص سحبت اليوم اللي قبليه، يبقى خلاص قُلنا إن القاع ده سيولة بالنسبة لي سيولة قوية كمان، لإن هي اللي عملت الصعود العنيف ده كلّه، ماشي؟ هو دلوقتي اللي هيعمل لي حاجة من الاتنين، لا آسيا هتنزل تضعف القاع ده وهي فعلًا ضعفته، وبعد كده السعر يطلع ياخد لي السيولة دي ويرُد من المنطقة دي وبعد كده ينزل، ليه ينزل؟ لإن هو أصلًا ما خدليش، تعرف لو كان خد لي السيولة دي كده أقول لك خلاص ابدأ بقى إيه، ابدأ مثلًا اصعد كده شوية اعمل لي strong وابدأ كمّل صعود، ولكن آسيا عملت حركة جميلة بس للي يفهمها. إن هي ما خدتش السيولة اللي إحنا بنتكلّم عليها، اللي هو القاعدة، راحت سايباها، ده كان فاضل تقريبًا 1 بِب والّا 2 بِب أنتم متخيّلين؟ طيب، لأ يعني مش 1 بِب تقريبًا 3، 4، 5 بِب كده والّا حاجة، ما فرقتش، المهم، فبعد كده راحت لندن جات فتحت، افتح بقى معايا الشارت وامشي معايا، حتى أنا بعتّ لكم رسالة قُلت لكم يا شباب الدهب بدأ يوضح اجهزوا لي، ماشي؟ طيب، دلوقتي أنا عندي سيولة تحت ما اتجابتش، ماشي؟ والسعر بدأ يطلع، فأنا عندي لندن دلوقتي إحنا خلّينا برضه نقفلها عشان ما نتزاولش، بقى أنا عندي دلوقتي فاضل إيه، الجلستين بتوع لندن ونيويورك، فالاحتمال الأقرب وخلّينا ندّي احتمالين، إن السعر ينزل يجيب السيولة دي وبعد كده يبدأ بقى يطلع ويعمل قمة تاريخية، المهم إن هو نضّف لي السيولة أو القاعين دول، ولكن دي نستبعدها ليه؟ لإن آسيا كانت قريبة من المنطقة دي، فبالتالي إن آسيا كانت أولى، خلاص 1 بِب 2 بِب، فهو لإنه أصلًا برضه القاع ده قوي، وأنا دايمًا باحكي في السيولة لمّا تلاقي قاع قوي بيبقى صعب يتكسر، تلاقي السعر ضعف ويطلع ياخد سيولة وينزل يكمّل الهبوط بتاعه.
فبالتالي لمّا تلاقي إن السعر بدأ مش قادر أو رفض إن هو يكسر القاع ده، فهو طالع ياخد السيولة دي ويخفف الimbalance وينزل. اتفقنا لحد كده؟ ممتاز. افتح لي بقى الجلسات. بُص لندن عملت إيه، لو أنت مش فاهم الجلسات أنا عامل حلقة خاصة بالجلسات هنا على اليوتيوب، يعني مش في الكورس المدفوع، هي فعلًا كانت في الكورس المدفوع لكن أنا نزّلتها هنا عشان الكل يستفاد منها يعني. لندن عملت إيه، لندن برضه جات عرضية، وآسيا جات مش هنقول هبوط، هي جات صعود، يعني هي بُص أول شمعة كده أو خلّينا نقول جات عرضية، يعني هي فتحت هنا وقفلت هنا، يعني جات عرضية، وبعد كده لندن جات عرضية ماشي، فإحنا دلوقتي ممكن نقول إن يوم الجمعة خلاص هييجي عرضي هو كمان نيويورك، وبعد كده نحل نشوف بقى يوم الاتنين إيه اللي هيحصل في الشرط، ولكن بقى إيه، هنا بقى تبدأ تتكلم مع الشرط، تقول أنت دلوقتي يا دهب لو نزلت جبت لي السيولة اللي تحت دي، يبقى هتبدأ نيويورك هتيجي صعود عشان نبدأ نستهدف المنطقة دي، خلاص كده؟ وقُلنا إن دي صعب، ليه صعب؟ لإننا كانت آسيا أولى بيها، آسيا قريبة منها. طيب، فبالتالي إن إحنا عندنا الprecision بتاع نيويورك هيبدأ يعمل لي إيه بقى المفروض عشان نبدأ بقى ناخد صفقة حلوة، إن هو يبدأ يطلع ويعمل لي إيه، ياخد لي السيرة دي حتى هنا كده مش شرط بقى إيه، المهم ياخد لي السيرة دي وبعد كده ينزل شوية يطمّع المتداولين اللي بيخشوا من أول قمة، وبعد كده يعمل له قمة تانية وينزل ناخد السيرة دي، وهو ده اللي إحنا كنا عايزين نتارجته ماشي، بس حصل غير الكلام ده، كانت صفقة مضمونة بنسبة أنا باقول للشباب اللي في الكورس كانت مضمونة بنسبة 95%، بس الدهب هنا عمل حركة حلوة، حتى أنا بعتّ لكم وقُلت لكم يا شباب ده السيناريو اللي إحنا نبدأ نتبعه على الدهب، خلاص لحد كده؟ طيب ولكن الخطة اتغيّرت، ليه بقى الخطة اتغيّرت؟ لإن أنا عندي قاع لندن ده سيولة، حتى هو المؤشر أصلًا معلّمك بالأحمر ده. فده السيولة الأولية بتاعتنا، وبعدين عندي هنا جزء سيولة كبير جدًا، مع أصلًا القاعين دول منطقة جبارة إن أنت تبدأ تستهدفها، ماشي؟ طيب، عايز أقول لك على حاجة قبل ما أكمل الحتة دي، لأن الحتة دي اللي جاية دي قوية جدًا، والله لو أنت ما بتحللش بنفس الطريقة دي، اعرف إن أنت شغال غلط، أنا لحد دلوقتي ولا رسمت لك بُص ولا تشُك ولا أي حاجة، إحنا بنشوف الدهب أو أي زوج أنت بتحلله بيمشي إزاي، وبناءً عليها بنبدأ نتوقع الحركة اللي جاية، ماشي؟ برضه في حاجة، إحنا عندنا السيولة هنبدأ نستهدفها تحت أهو، هل بقى أقدر أبيع يعني أنا مجرد ما بابعت للشباب الموضوع ده بيستفزني شوية، إن السعر هينزل، طب أبيع منين؟ أبيع من هنا، أبيع من هنا، أبيع من هنا، لأ، يا بابا إحنا عندنا هنا السيولة لازم تتجاب. لو السعر رَد طبيعي جدًا إن السعر ممكن يعمل لك كده وينزل، التحليل مفيش 100% ماشي، ممكن 10% كانت تفلت منك، ولكن أنا ما أقدرش أبيع من هنا، ليه؟ لو بِعت من هنا وجيت أرفّمه ممكن السعر يطلع تاني ويضرب لي المناطق دي، فبالتالي أنا فضلت أأكد عليكم يا شباب، إحنا مش هنبيع غير لمّا سيولة ال340 دي تتجاب، اتفقنا؟ طيب، بُص ليه بقى غيّرنا الخطة، امشي شوية مع السعر، أنا عايز الprecision وركّز في دي كويس جدًا، الprecision اللي هي المنطقة اللي قبل الkill zone بتاع نيويورك. قُلت لكم يا شباب لازم الPlayStation بتاع نيويورك لازم الشمعة دي أو الشمعتين دول يطلعوا كده عشان نقدر نبيع وده الطبيعي، وبعد كده تيجي نيويورك تتفتح فين أو الkill zone بتاع نيويورك يتفتح هنا ماشي، لو أنت مش فاهم هافهمك دلوقتي أنا قصدي إيه بس ما تتوهش مني. فبالتالي لازم نيويورك تيجي تخفِّف ديّة أو تطلّع اللي هنا، وبعد كده كانت هتيجي هبوط عنيف، ولكن بقى حصل حاجة، هنغيّر الخطة، ليه هنغيّر الخطة؟ لإن بقى فتحت معايا نيويورك في المنطقة دي كده، ادّتنا شمعة جبارة، حتى بُص شمعة صعودية، وبعد كده الشمعة دي جات عملت إيه، بُص كده، جات سحبت نيويورك، يعني هي أصلًا كانت مسحوبة ولكن جات سحبتها أكتر، ده لو هيدُل إن السعر مش هيكتفي بالسيرة دي بس، السعر بما إن هو خَد أصلًا قاع لندن، فبالتالي هو هيكمّل شوية بقى، يرُد بقى من أول المنطقة من آخر المنطقة، ولكن أنا عندي السيولة تحت بنسبة كبيرة لازم تتجاب، طب كانت هتتجاب بنسبة كام؟ كانت هتتجاب بنسبة 95%. وأنا عارف إن صعب المتداول يقول لك كده، ولكن أنا فعلًا كنت باقول مع الشباب مع الكورس الصفقة دي كانت 95% السعر لازم يجيب لي المنطقة دي، ولكن هو هنا ما بقاش بقى 95 بقت 60%. طب ليه بقت 60%؟ لإن السعر راح نازل خد لي قاع لندن وبناءً عليها طلع صعود عنيف زي ما إحنا شايفين. طيب، أنا لمّا قاع لندن اتضرب بالنسبة لي أو اتاخد سيولته أنا توقعت إن السعر يبدأ يعمل لك إيه، يبدأ يطلع لك بقى ويجيب لك المناطق دي، ولكن ما قُلتلكوش كده، كنت مستني كان كان كنت مستني إن السعر يضعف المنطقة دي كده،
أو حتى ينزل لي بشمعة تانية حمرا كده وبعد كده يسعد، كنت أقول لك خلاص هنبدأ نبيع، ولكن الشمعة اللي بعدها أو الشمعتين اللي هو أصلًا جلسة اسمه إيه ده، نيويورك هي كلّها 6 شمعات ماشي، فبالتالي أول لمّا السعر طلع بالقوة دي، قُلت لهم: "يا شباب خلاص إحنا هن مش هنبيع من هنا وهنبيع بعد 3 ساعات." وركّز في اللغز ده هافهّمك قصدي إيه دلوقتي، إن إحنا ليه هنبيع بعد 3 ساعات مش دلوقتي. فبالتالي لمّا السعر طلع قُلت لكم يا شباب مش هنبيع لإن السعر مش هيدّيك entry وعايزك تركّز كويس جدًا في اللي هاقوله لك ده، السعر ما بيدّكش entry غير في المنطقة الكويسة اللي أنت مستني منها ارتداد، فدي منطقة حلوة، وبُص حتى لو تلاحظ السعر مدّيك أو سحب السيولة وبدأ ينزل، ولكن ده كان fake. ماشي، كان fake لإن السعر أصلًا سحب لي السيولة، فبالتالي هو محتاج يطلع أكتر من كده، ويطلع بقى مهما يطلع يرُد بقى من هنا، يرُد من هنا، أنا مستني بقى إيه، جلسة نيويورك تخلص عشان نبدأ نبيع في نيويورك المسائية، مش إحنا عارفين أو من الحلقة اللي أنا قُلتها لكم إن أنا عندي نيويورك صباحية ومسائية، ماشي، فبالتالي إن إحنا نيويورك الصباحية أو نيويورك AM زي ما بيقولوا جات صعود وبقوة، حتى بُص الfake اللي أنا باقول لك عليه ده، أنا كنت متمسك بالبيع بنسبة قوية جدًا، ولكن كان الentry ده أو كان تأكيد الدخول ده تأكيد أي كلام، ماشي؟ طيب بناءً عليه السعر ركّز بقى عشان أقول لك الصفقة اللي أنا دخّلتها لكم على الجروب اللي عندي دخّلتها لكم ليه، بناءً عليها لإن أنتم مفكّرين إن أنا باحلّل كده يعني الكلام اللي أنا باقوله لك ده باقوله لك كده يالّا بيع من هنا واشتري من هنا، أنا هاورّيك إن أنا كل تحليل بانزّله تعرف إن أنا باقعد قد إيه على الشارت وأعرف أقعد أتكلّم مع الشارت واحدة، واحدة، عشان أقدر أجيب صفقة نسبة نجاحها عالية، الحمد لله اللي بيحصل معانا يعني. المهم وأنا باتمتّع أصلًا، سيبك من التعب واللي أنا بافضل أعمله، لكن دي متعة في حد ذاتها. المهم جلسة إيه، نيويورك خلصت ماشي، وبعد كده شمعة جبارة، في واحد أو في 2 مجرّد ما عمرو قال إن إحنا هنتارجت المنطقة دي، باعوا من هنا، أو باعوا مش فاكر منين يعني من أغلاق الشمع، وده طبعًا بيع غلط تمامًا. في فترة ما بين أو الprecision ما بين اللي هو نيويورك الصباحية ونيويورك المسائية كل ده لعب، كل ده لعب، ادّي ساعتين كده ما تخشش الشرط، لو أنت داخل صفقة مثلًا من هنا تمام سيبها، ولكن كل ده لعب هيدّيك إيه fake signals كتير جدًا، فبالتالي امشي كده شوية معايا بُص هتلاقي إيه كل ده لعب حتى بتمشي عرضية، إلى أن أنا كان عندي بقى إيه قمة هنا ركّز، اللي بعد كده أنا سيبك بقى مش مهتمين بالكلام ده كله، أنا عندي قمة ماشي، ونيويورك قرّبت تفتح. فأنا دلوقتي السعر نيويورك المسائية هي بتاع حوالي مش 6 بقى شموع، حوالي أكتر من 6 شموع، حوالي 8، 10 شموع، فبالتالي أنا محتاج إيه عشان أبيع؟ وهي أنا بنسبة 80% هتصعد، قصدي 80 ل90% هتهبط قصدي، ولكن كانت المشكلة تعرفوا في إيه؟ إن أنا مستني أول سحب السيولة وأبدأ أبيع، أنا كنت واثق، يعني أنا والله العظيم هاوريكم برضه الحمد لله إحنا وصلنا لمرحلة إيه، إن أنا كنت باتكلم مع الشباب في الكورس، إحنا عارفين إن السعر هينزل. وواثقين 95% وهابعت لكم الريبورتات اللي إحنا بنتكلم فيها، 95% السعر هينزل، ولكن تيجي تقول لي طب ما أنت واثق 95% طب ما تبيع يا عم full margin بقى وريني شطارتك، أقول لك المشكلة مش هنا، المشكلة إن السعر هيسحب لك السيولة دي وينزل، فأنت هتبيع من هنا ماشي، فممكن إن السعر يعمل لك إيه، ينزل لك شوية يدّيك fake signals وبعد كده يقوم طالع واخد لك المرة الجاية دي، وبعد كده ينزل وبقوة، فبالتالي عشان كده هي دي ال5% اللي إحنا كنا خايفين منها. عشان كده أنا دخلت وقُلت لكم يا شباب هنقسّم اللوت بتاعنا لمّا دخّلتكم على مرّتين، عشان لو ضربت هنخش تاني، كنت هاخلّيكم بقى تخشوا بضِعف اللوت المرّة اللي جاية ماشي، فأنا مستني السعر يعمل لي إيه بقى، ولو تلاحظوا أنا قُلت لكم حاجة في الrecord اللي على الجروب العام، قُلت لكم يا إمّا السعر هيدّينا هبوط، يا إمّا السعر هيدّينا order block إن إحنا نعمل إيه، يبدأ السعر ينزل يدّينا order block نصحّح عليهم الاتنين ونبيع، حتى لو ما كناش لحقنا المنطقة هنبدأ إيه، نشوف الorder block ونبدأ نبيع من عليه يوم الاتنين، وقد كان بُصّوا قُلت لكم يا شباب استنوا هادخّلكم الصفقة أيوه، أيوه، لأ ما كانتش هنا، أُقف هنا، أُقف عشان فتحت أنا المنطقة دي وقُلت لكم كانت دي المنطقة. كانت دي المنطقة. ليه كانت دي المنطقة؟ لإن أنا كان عندي القمة دي ما كانتش إيه أيوه، ما كانتش القمة دي برضه ما كانتش نيويورك فتحت، فدايمًا الجلسات بتيجي تضرب استوبات وتنزل ماشي، خاصةً أول 10 دقايق أو أول ربع ساعة أو أول شمعة عامةً في الجلسات، تلاقيها بتضرب استوبات بنسبة كبيرة، بس الشاطر اللي يعرف يطلّعها يعني مش شرط أي كلام. مجرد ما ضربت stop ولقيت السعر بدأ ينزل
دلوقتي قُلت هل السعر هيبدأ ينزل من هنا، بس تقريبًا كانت الشمعة واقفة هنا يعني مش بالقوة دي، والّا السعر هيطلع تاني يدّينا fake signals وينزل تاني؟ فقُلت يا شباب دخّلتكم أنا من هنا وقُلت لكم يا شباب يالّا بس خلّي بالكم عشان هنبدأ نبيع. طب نتارجت إيه بقى؟ طبعًا عشان إحنا في نهاية آخر صفقة في الأسبوع أصلًا ما ينفعش نخشّها، ولكن هنتارجت لحد ما الkill zone يقفل. ماشي، إحنا دخلناها من هنا من هنا بالضبط يعني أو من هنا كده تقريبًا مش فاكر. ماشي؟ وبدأنا نقول يا شباب وركّز بقى في الحتّة اللي جاية لك دي بقى، وبدأنا نقول يا شباب إحنا عايزين بس ناخد التصحيحة دي ماشي، وقد كان الorder block اللي أنا قُلت عليه اتكوّن، اللي إحنا هنبيع عليه يوم الإتنين إن شاء الله ماشي، وبعد كده دخلنا صفقتنا الجميلة وركّز بقى معايا، هو السعر ادّاك هنا order block ولكن بُص الشمعة اللي بعدها عملت إيه، إحنا دخلنا الصفقة من هنا، بُصّوا من هنا كده من ال49 ل49 صُبّك هنا تارجت بقى إيه لحد لمّا اليوم يخلص، وبعد كده بُص الشمعة اللي بعدها عملت إيه، جات طلعت هنا. كل الناس بتخاف، مجرّد ما السعر ينزل 30، 40 بيب تجري تأمّن على طول ماشي، رُحت أنا باعت لكم رسالة على العام، يا شباب أنا ما قُلتش أمّنوا زي ما أنتم مكمّلين في الصفقة، لإن طبيعي جدًا سمعة زي كده هبوطية لازم سمعة تصحيحية وبعد كده يكمّل هبوط يعني. فبالتالي بُص كده ركّز معايا هتلاقي السعر الحمد لله أول شمعة، تاني شمعة، تالت شمعة، أنا كنت متأكد الهبوط ولكن عارف أنت الشموع دي عشان ما كانش في سيولة وآخر 4، 5 شموع في الشرط، والله إن الشموع دي كانت المفروض تقفل هنا. طيب، أو يعني مش هنا خلّينا نقول بداية الorder block ال50% أو 50% لأ، وقد كان فعلًا السعر نزل معانا شوية حلوين. طيب، فبالتالي بقى هل شُفتوا الصفقة اللي أنتم شُفتوها بسهولة دي، ده كل ده تحليلها. نقف هنا بقى دلوقتي ونقف ونشد كل ده. هل إحنا لسه متمسكين بالقاعين دول؟ والله أنا إلى الآن خايف منها شوية، زي ما قُلت لك كانت 95% هنتارجتها، ولكن مجرد ما لندن اتاخدت بالصعود العنيف ده، تبدأ تقول أُقف هنا، ماشي؟ هنعرف إيه السعر هيكمّل هبوط ويجيب لي القاعدة، وبعد كده أمّا يجيب لي بقى نشوف ساعتها بقى إيه السعر وهو طالع بيعمل إيه، أو هو نزل للمنطقة بيعمل إيه، عشان نبدأ نشوف الحركة اللي بعدها. ولكن برضه السعر الصعود العنيف ده والهبوط العنيف ده بيقول لي لأ، في هبوط. طب يا عم في هبوط وأصلًا السعر قرّب على قمة تاريخية جديدة ما فيش بتاع 200 بيب والّا 100 بيب، أقول لك والله الهبوط العنيف ده خلّينا نمشي ورا السعر ونشوف ماشي؟ طيب تحليل الدهب للأسبوع الجاي، ها، هل يا عمرو هنستنى السعر زي ما أنت قُلت لنا يصحّح على الorder block ده ونبيع والّا الorder block اللي السعر عامله لنا ده القوي ده نستنى السعر يصحّح عليه ونشتري ونتارجت المنطقة دي، دي بقى هاسيبها لكم لتحليل الدهب للأسبوع القادم إن شاء الله. أنا بس في الفيديو ده كنت حبّيت إن أنا مش تحليل على قد ما هو أفهّمك بس حركة السعر وإزاي تبدأ تربط بين الجلسات والسيولة، والله الكلام ده كُلّه يعني من الكورس المدفوع، ولكن يعني حلقة كده بقى لنا كتير بقى لنا بتاع شهرين ما عملناش حلقة عن السيولة، فأتمنى تكون فهمت الحلقة دي بتدبُّر يعني والله إن الحلقة دي بمقام كورس. فمستني رأيك في الكومنتات، عايز كده كومنت حلو من الناس يعني شجّعني إن أنا أعمل لك فيديوهات خاصة بالطريقة دي. عايز أقول لك حاجة قبل ما أقفل الفيديو، آآ طريقة التحليل دي ممكن تحس إن هي غريبة شوية، يعني أنا رسمت لك بُص يعني أغلبية الناس أو أغلبية المحللين أو أنت حتى لو أنت شايف نَفْسك إن أنت بتبدأ تشوف محللين تلاقي لخبطة ويقول لك هنا والله الكلام ده كُلّه ما بيأكّلش عيش، أنا ما رسمتلكش أي قمة ولا أي قاع ولا أي حاجة، مجرّد بس فهمك للحركة أنت مش محتاج تعرف أي حاجة تاني، أنا أصلًا هاتزاول لو فضلت أرسم أكتر من كده. فكنت عايز أقول لك إن أنت لو ما بتحللش بالطريقة دي حاول تفهمها، يعني حاول تفهمها كده واحدة، واحدة من طريقة الفيديوهات اللي أنا باشرحها على السيولة. لو أنت مقتدر ماديًا طبعًا أنصحك بكورس السيولة اللي أنا عامله، بنبدأ نشرح نفس الطريقة دي. ولو أنت جديد أول مرّة تشوف الفيديو جروبنا إن شاء الله أو الجروب العام هاسيبه لك في قناة الوصف. بالتوفيق للجميع وما تنساش لو أنت استفدت من الفيديو ده سيب لي كومنت حلو بعد الفيديو ده. بالتوفيق للجميع إن شاء الله واستنى مني تحليل الدهب. سلام عليكم.